مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال، ونستهل نشرتنا بأهم العناوين. وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة بسبب حريق في منزلهم. وزير التجارة والصناعة يلتقي وفدا مصريا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري. السفير التركي لدى البلاد يزور مكاتب النيابة العامة الوطنية. أما الآن مشاهدينا الكرام، فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم إبراهيم محمود أحمد. توفي 7 أشخاص من أسرة واحدة جراء نشوب حريق في منزلهم الليلة الماضية في مديرية يخشيد بالعاصمة مقديشو. كما تسبب الحريق الذي أدى إلى وفاة الأم و6 من أطفالها إلى إصابة رب الأسرة بجروح خطيرة. وأكد أحد سكان الحي في تصريح لراديو مقديشو صوت الجمهورية وفاة الأشخاص 7 وإصابة رب الأسرة جراء الحريق الهائل الذي اندلع في منزلهم. وأضاف شاهد عيان أن الأم نجت من الحريق في البداية، لكنها عادت إلى المنزل من أجل إنقاذ أطفالها، حيث أدت تصاعد ألسنة اللهب إلى تحطم باب المنزل، مما أدى إلى وفاتهم جميعا. وعلى الرغم من أنه لم تعرف الأسباب الفعلية لاشتعال النيران في المنزل، إلا أن سكان الحي يعتقدون أن الحريق ناجم عن التماس كهربائي. هذا وساهمت دائرة الإطفاء في محافظة بنادر في احتواء الحريق من التمدد بشكل كبير وتقليل نسبة الخسائر فيه. التقى معالي وزير التجارة والصناعة للحكومة الفيدرالية محمد عبد حير ماري اليوم الاثنين في مكتبه بالعاصمة مقديشو وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية والبنك المركزي وبنك التنمية المصري. وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية الوطيدة بين الصومال ومصر وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون في المجال الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بالإضافة إلى إيجاد أسواق حرة لرجال الأعمال الصوماليين في مصر لتسويق منتجاتهم التجارية. وأشار كل من معالي وزير التجارة والصناعة للحكومة الفيدرالية محمد عبد حير ماري والقنصل المصري لدى البلاد تامر صفوة المهدي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء، أشار إلى أنهما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتنسيق التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية. هذا وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يعقد الاجتماع القادم في جمهورية مصر العربية لإبرام تفاهمات واتفاقيات بين غرفة التجارة والصناعة الصومالية والمصرية، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري وتأسيس المشاريع المشتركة. قام السفير التركي لدى البلاد سعادة أولغان بيكر اليوم الاثنين بزيارة إلى مكاتب النيابة العامة في البلاد، حيث كان في استقباله هناك نائب عام الدولة الدكتور أحمد علي طاهر ونائبه الدكتور موسى معلم محمد. وتجول السفير أولغان بيكر خلال زيارته على مختلف مكاتب النيابة العامة الوطنية، مستمعا في الوقت ذاته إلى تقرير مفصل من نائب عام الدولة حول مهام النيابة. وأشار نائب النيابة العامة الدكتور موسى معلم محمد إلى الأهمية الكبرى التي تمثلها زيارة السفير التركي لمكتب النيابة العامة في البلاد، موضحا أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون المشترك بينهما وتقديم الدورات التأهيلية بالنسبة لموظفي النيابة العامة. وفي الختام سلم نائب عام الدولة الدكتور أحمد علي طاهر السفير التركي ميدالية فخرية، مقدما في الوقت ذاته شكره وتقديره للسفير التركي على ما بذله من جهود كبيرة في سبيل الوقوف إلى جانب جمهورية الصومال حكومة وشعبا. قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري اليوم إن 30 مسلحا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء
وجرى العثور بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية. وأضاف المتحدث في البيان 16 عن نتائج العملية العسكرية الشاملة لملاحقة الإرهابيين سيناء 2018 خلال الأيام ال5 الماضية إن القوات تمكنت من القضاء على خلية إرهابية مكونة من 6 مسلحين لدى اختبائهم بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش بشمال سيناء خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة. وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير. وجاء في البيان إن قوات الجيش تمكنت من تدمير سيارة دفع رباعي مفخخة واستهداف وتدمير 12 هدفا تمثل أوكارا تستخدمها العناصر الإرهابية، كما تم تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش. رجح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي السيناتور بوب كوكر أن ينسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو آيار المقبل، وهو ما ترفضه إيران وتعتبره خطأ أليما بالنسبة للأمريكيين. وقال كوكر في مقابلة أجرتها معه قناة CBS نيوز إن الاتفاق الإيراني سيكون مسألة أخرى تثار في مايو، وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيمدد. وفي رده على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن الرئيس ترامب سينسحب من الاتفاق النووي في 12 مايو آيار المقبل نهاية مهلة تمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوكر: نعم أعتقد ذلك. وقال كوكر أيضا: لا أعتقد أنه سيتم تمديد الاتفاق، وعلى الأرجح سينسحب الرئيس ترامب منه. وأضاف: إلا إذا اتفق نظراؤنا الأوروبيون على إطار عمل، لكن أستبعد حدوث ذلك. ومنذ أن دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 16 يناير كانون الثاني 2016 تعين على الإدارة الأمريكية أن تصادق عليه كل 90 يوما أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم الاتفاق. في الجهة المقابلة حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من مغبة إقدام الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي، وقال إن ذلك سيكون خطأ أليما بالنسبة للأمريكيين. وأكد ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا إن بلاده ستواصل جهودها لتطوير قدرتها النووية السلمية بحسب المصدر ذاته. من جانبه قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لدى مشاركته باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا إنه في حال أقدمت بعض الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات لفرض عقوبات لا علاقة لها بالملف النووي بغية إرضاء الرئيس الأمريكي، فإنها ستكون قد ارتكبت خطأ كبيرا، وهذا سيكون له تأثير مباشر على الاتفاق النووي. يذكر أن جوهر الاتفاق النووي في يوليو تموز 2015 بين طهران و6 قوى عالمية كبرى بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا يقضي بتقليص إيران برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا العربية. كان معكم على الهواء إبراهيم محمود أحمد، وفي الهندسة الصوتية الزميل محمد عبد الحكيم بونكا، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.